السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم اللي هي قناة كويزين سهام. نتمنى يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا معايا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم فطائر اللي كيجيو اكثر من رائعين البنات شكلا ومذاقا. واحد العجينه ساهله بزاف بزاف وكتعطينا واحد النتيجه زوينه بزاف، والحشوه حتى هي اللي غادي نحضروا بها هذه الفطائر حتى هي ساهله ومتواجده في كل بيت، والنتيجه كتكون يا سلام البنات. اكيد الا جربتوهم غادي ينالوا الاعجاب ديالكم. كنتمنى من الله الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم الفيديو ما تبخلوش على اختكم باللايك. ودابا ندوزو مباشره نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه البنات غادي نحضروا العجين. غادي نحتاجوا العجين 400 غرام ديال دقيق الفرص اولا 4 الكيسان بقياس كاس العنبه. غادي نزيدوا معاه واحد نصف ملعقه كبيره الخميره الفوريه، معلقه كبيره ديال السكر سنيده، والملح غادي حسب الذوق غادي ندير نصف ملعقه صغيره. وغادي نجمعوا هذا العجين بالحليب دافي. يعني عجينه سهله ماهله مقاديرها متواجده في كل بيت، وكنتحصلوا على واحد النتيجه البنات زوينه بزاف. هذه العجينه خطيره، يمكن لكم تخدموها بزاف ديال الحوايج. هنا غادي نبقى نجمع ندير الحليب بشويه بشويه حتى كنجمعوا العجين. المهم هو اننا كنتحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون متماسكه على هذا الشكل. وبالنسبه للحليب راه كفاتني في هذا العجين كاس وكاس ونصف. هنا غادي نحاول ندلكها واحد 5 دقائق، وانا كنشوف الا خص الحليب كنبقاو نزيدو ندلكوها حتى كنتحصلوا على واحد العجينه اللي ما كتكونش جاريه وفي نفس الوقت ما كتكونش قاصحه. البنات هنا اللقطه مشات ليا فاش زدت الزيت. ملي كنجمعوا العجين كندلكوها كنزيدوا 6 المعالق كبار ديال الزيت. بغيتوا في هذه المرحله تزيدوا الزبده ديروا 2 معالق كبار. هنا غادي نبقى ندخل الزيت من بعد ما دلكت العجين. راه غير مشات ليا اللقطه البنات. من بعد ما تندلكوا العجين كنزيدوا على 6 المعالق ديال الزيت وكنبقاو ندخلوا هذيك الزيت في العجين على هذا الشكل هذا. وإلا بغيتوا ديروا الزبده ديروا 2 معالق وبنفس الطريقه، يعني كتبقاو تدخلوا الزبده في العجين بهذه الطريقه هذه حتى كنتحصلوا على واحد العجينه اللي كيكون الملمس ديالها رطب وزوين على هذا الشكل هذا. صافي انا غادي نخليها ترتاح هنا وتخمر واحد تقريبا 45 دقيقه وندوزو نوجدوا الحشوه ديالتنا على ما تخمر لينا هذا العجين وتكون واجده. بالنسبه للحشوه البنات غادي نحتاجوا 2 فلفلات، واحد المقيله غنديروا فيها فلفله حمراء وفلفله خضراء، وواحد البصله تكون متوسطه. الفلفله راه كيف كتشوفوا مقطعاها طويله، والبصله رانا مقطعاها مشنفه. غادي نشعلوا عليهم البوطه وغادي نديروا تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال الزيت البلديه اولا الروميه. في المقله الاخرى غادي نحتاجوا 3 المطيشات، غادي نحيدوا لهم الزريعه ونحكوهم ونزيدوا معاهم معلقه كبيره ديال مطيشه الحك. حتى هما غادي نشعلوا عليهم النار وغادي نزيدوا واحد 2 معالق كبار ديال الزيت البلديه اولا الروميه. انا خدمت بالزيت البلديه. غادي نزيدوا شويه الملح وشويه الابزار فيهم بجوج ونخليو هاد المطيشه حتى ترجع عندنا صوص مطيشه، والفلفله والبصله يتشحروا عندنا. صافي هنا من بعد ما مطيشه ديالتي طابت غادي نزيد واحد نصف ملعقه ديال السكر سنيده وواحد المعلقه كبيره ديال الزعتر غادي نحكو على مطيشه. صافي هنا صوص مطيشه راه واجد عندي، والبصله والفلفله حتى هما راهم تشحروا وواجدين. غادي نطفي عليهم هنا النار وندوزو نشوفوا العجين ديالنا من بعد ما ارتاحت وخمرات. صافي هنا العجين كيف كتلاحظوا هي واجده. صافي غادي نحطها فوق سطح العمل وغادي نقسمها على 12 قطعه. المهم هاد العجين راه كتخرج لينا 12 فطيره. حاولوا هاد الكويرات ملي تشكلوهم يكونوا قد باش يجيوكم الفطائر حجم واحد. صافي هنا غادي نجيب طبيسيل غادي نحط فيه هذوك الكويرات. غادي نرش هاد الكويرات بشويه ديال الدقيق ونعاود نغطيهم ونخليهم يرتاحوا واحد 5 دقائق باش يعطيونا الطوع فاش نجيو نخدموا بهم. انا غادي نخليهم يرتاحوا ونرجع معكم. هنا البنات من بعد ما كيرتاحوا الكويرات كنرشوا سطح العمل بالدقيق وكنرشوا الكويره بالدقيق. كناخذوا الدلاك اولا المدلك وغادي نحاولوا نسرحوا هذيك الكويره نعطيوها الحجم يكون دائري والسمك يكون رقيق. نتوما غتشوفوا معايا في الفيديو.
ندوزو نشكلوهم دابا. هنا من بعد ما كنسرحوا العجينه كيف كتلاحظوا معايا كنحاولوا نشكلوها على شكل مثلث، راه واضح عندكم في الفيديو البنات. ونحاولوا نسرحوا هذوك الجوانب كيف كتلاحظوا معايا، لاننا ملي كنشكلوها راه كتولي العجينه غليظه، خصنا نرققوها شويه باش ما تجيناش غليظه العجين. صافي وغادي نبداو كيف كتشوفوا كنتحصلوا على هذا الشكل المثلث. وغنجيبوا الحشوه دابا، كنجيبوا صوص مطيشه اللي صوبنا، نديروا واحد شويه كيف واضح عندكم في الفيديو، وغادي ناخذوا شويه ديال الطون. هاد الحشوه البنات بسيطه ولكن كتجي لذيذه بزاف. غادي ناخذوا شويه من الفلفله ومطيشه اللي شحرنا، نديروا شويه ديال الفرماج احمر، وغادي ندير واحد شويه ديال المايز. الا ما كاينش البنات ممكن تعوضوه بالزيتون. وغادي نسدو هاد الاطراف. البنات سمعوني مزيان، هاد الاطراف انا كندير صبعي في شويه الماء وكنضغط مزيان، يا اما تضغطوا مزيان كيف كتلاحظوا ضغطوا عليها مزيان باش ما تحلش لكم في الفران، اولا غادي تسدوها بقرنفله. انا غادي نقول لكم علاش. المهم انا غادي نعاود معكم واحده اخرى باش توضح عندكم الصوره اكثر. كيف كتلاحظوا كنتنيو هذوك الجوانب نشكلوا واحد المثلث على هذا الشكل صافي، وكنسرحوا. كنظن ان راه الفيديو شارح نفسه البنات. غير اللي كنأكد عليه هو منين تجيو تسدوها سدوها مزيان، لان راه دارتها اختي وتحلت ليها في الفران، دارت معايا في كاميرا فيديو وليت قلت ليها عاودي ضغطي عليهم، جاب الله شافتهم منين يلاه بداو كيتنفخوا تحلوا، وقلت ليها سديهم بقرنفله وسداتهم بقرنفله وجاوها مزيانين. هي ما ضغطاتش عليهم مزيان. ملي كتجي تسدوا هذوك الاطراف سدوهم البنات، كنأكد عاوتاني عليكم باش ماشي يدخلوا يتحلوا لكم في الفران. سدوها هكا ملي كنهزوا هذه كنسدوها مزيان، ولكن من الاحسن البنات ديروا قرنفله باش هكا تفاداو منين تدخلوا من الفران ما يتحلوش لكم، وكتجي حتى الشكل ديال القرنفله كتجي زوينه. هنا من بعد ما كنخلي ملي كنكملوهم كاملين كناخذوا واحد الصفار بيضه، كنديروا واحد القطيره ديال الحليب اولا الخل، وغادي ندهن الوجه ديال الفطائر. الا درتوها البنات قرنفله كديروها الوسط وكتيجي حتى الشكل ديالها زوين. من بعد ما صورتهم لي اختي جاوها زوينين بالقرنفله، الشكل ديال القرنفله كتعطي داك المذاق ديال القرنفله كيجي زوين حتى هو. صافي هنا غادي نزينوها بشويه ديال الزنجلان اولا السمسم. فهاد الاثناء الفران سخون على درجه الحراره 200، كنشعلوا عليهم من الفوق لتحت حتى كيطيبوا. راه ما كياخذوش بزاف الوقت البنات، ما بين 15 حتى 20 دقيقه كيكونوا واجدين. نتلاقى معكم انا من بعد ما نخرجهم من الفرن. صافي هنا من بعد ما كيطيبوا البنات غادي نحاولوا نزينوهم. كنحكوا واحد شويه ديال الفرماج كنديروه الوسط، وكنزينو بشويه ديال المعدنوس. هنا التزيين كيبقى حسب الرغبه. وانا غادي نحطهم دابا في الطبق ديال التقديم ونتلاقاو. وكيبقى هذا هو الشكل ديالهم البنات، كيجيو واعرين بزاف لذاذين. العجينه خطيره كيف قلت لكم، تقدروا تخدموها في بزاف ديال الحوايج زوينين. الشكل ديالهم راكم كتشوفوا فيه. كنتمنى من الله الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وكنصحكم بتجربتهم. اكيد الا جربتوهم غادي ينالوا الاعجاب ديالكم. وما تبخلوش على اختكم باللايك للفيديو، بارطاجيو معايا الفيديو عند احبابكم واصحابكم هكذا باش تعمل فائده. ومرحبا بالاسئله ديال البنات اللي بغات تسول على شي حاجه هكا تخليها لي في لي كومونتير، راه كنقرا التعاليق كاملين وكنجاوب اللي سولني كنجاوبو. مرحبا بكم. وحتى لهنا ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه. الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.